في فخ نفسي خطير شغال في دماغك دلوقتي حالا وانت مش حاسس. الفخ ده بيقنعك انك فاشل ومتأخر في الحياة. تفتح السوشيال ميديا تلاقي واحد عنده 22 سنة كاتب الحمد لله اشتريت اول شقة واول عربية ولسه راجع من السفر، وانت قاعد تحسب لو اشتريت القهوة دلوقتي هيكفي معاك لاخر الشهر ولا لا. الصدمة بقى ان الشخص ده مش سابقك، بس مخك بيلعب بيك لعبة قذرة هقولك عليها. اهلا بيك في اخطر لعبة اخترعها السوشيال ميديا، لعبة المقارنة. تفتح الانستجرام تلاقي واحد في الجيم والتاني في المالديف والتالت خد ترقية والرابع فتح مشروع. تحس ان كل الناس معاها كتالوج النجاح وانت الوحيد اللي لسه بتحاول تصحى بدري وتخلص شغلك وطاقتك خلصانة من قبل ما تبدأ يومك. وبعد 5 دقايق سكرول تلاقي نفسك مقتنع تماما انك متأخر في الحياة. بس الحقيقة والمشكلة مش انك متأخر، المشكلة ان مخك وقع في فخ نفسي مشهور اسمه المقارنة الاجتماعية، وعنده صاحب عمره متلازمة المحتال. عقلك للأسف ما بيفرقش بين الحقيقة والإعلان، فتقارن يومك العادي بأحسن 10 ثواني في حياة شخص تاني. لا شفت الديون ولا الفشل ولا القلق ولا السنين اللي تعب فيها، فيطلع لك إحساس مزيف إن كل الناس سبقتك وإنت واقف مكانك. كده لو حسيت يوم إنك متأخر افتكر إنك بتقارن الفيلم الكامل بتاع حياتك بإعلان مدته 10 ثواني، وده عمره ما هيكون مقارنة عادلة. دلوقتي قول لي آخر بوست شفته خلاك تحس إنك لازم تلحق الناس كان عن إيه؟ اكتب لي في الكومنتات.